السلام عليكم. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه النجرسكو. مفيش حد فينا ما بيحبش النجرسكو، هنعملها زي المطاعم بالظبط. تابعوني في الفيديو. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنعمل النجرسكو ازاي. اول حاجة جبت طاسة على النار وحطيت فيها شوية من الزيت، وكمان على العين التانية حطيت مية علشان اسلق المكرونة. قطعت الفراخ، طبعا صدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده المكعبات، ما حبيتش ان انا ارفعها عن كده علشان تبقى باينة في المكرونة. هنزل في الطاسة ببصلاية متقطعة او بصلاية مفرومة ناعم كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبها كده شوية لحد لما تاخد لون. كده البصل بتاعي اخد لون، هبدأ انزل بالفراخ. وزي ما قلتلكوا انا مقطعاها مكعبات، مش مقطعاها شرايح رفيعة. كيس المكرونة عليه حوالي كيلو من صدور الفراخ. الفراخ هنا بدأت تاخد لون بسيط كده، وتنزل المية بتاعتها زي ما انتوا شايفين. المية دي هي اللي هتساعد على سوى الفراخ. هنا المية بتاعتي غلت بتاعة المكرونة. هبدأ بقى اللي انا انزل بالمكرونة كده علشان اسلقها 100%. المكرونة مش هتبقى نص سلقة ولا اي حاجة، لا المكرونة هنا لازم تكون مستوية 100%. انا هنا استخدمت مكرونة قلم زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي حابب يستخدم اي نوع تاني براحتكم. هنا هتبل بقى الفراخ بتاعتي علشان يبقى ليها طعم كده مميز. حطيت شوية من الملح وشوية كمان من الفلفل وشوية شطة. طبعا الشطة دي على حسب الرغبة، بس بحس اللي هي بتدي للأكل كده طعم. وحطيت حوالي نص معلقة من الحبهان المطحون. الحبهان المطحون مع الفراخ بصراحة بيدي لها نكهة حلوة جدا جدا وعن تجربة. هسيب بقى الفراخ بتاعتي تستوي في المية بتاعتها، وهشوف المكرونة خلاص كده تقريبا استوت. والفراخ بتكمل سواها زي ما انتوا شايفين كده. لو الفراخ عندي شربت المية بتاعتها وحسيته اللي هي لسه ما استوتش، بنزود لها شوية مية سخنين لحد لما تستوي 100%. طبعا انا طلعت خلاص المكرونة وصفتها. زودت هنا معلقة صغيرة من التوم. التوم الفريش بتدي برضو للفراخ نكهة حلوة جدا جدا. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، ومش هتفرقوها كمان عن النجرسكو اللي بتاكلوها بره في المطاعم. هنا الفراخ بتاعتي بدأت تدخل في السوا. انا هنا جبت المشروم، ما كانش عندي بصراحة المشروم الفريش فاستخدمت المشروم المعلب. انا بجيبه وبصفيه وبديله شطفة كده بسيطة مكان بس العلبة بتاعته. ونزلت بالمشروم على الفراخ بالشكل ده، وقلبتها تقليبة كويسة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الفراخ بتاعتي استوت. هنيجي بقى هنا دلوقتي علشان نحضر البشاميل او الصوص الابيض. حطيت في الطاسة على النار، حطيت 3 معالق من الزبدة او السمنة، او ممكن اللي عايز يحط زيت، بس انا هنا بحب انكهها شوية وحطيت 3 معالق من السمنة، عليهم قدهم بالظبط بيبقى 3 معالق من الدقيق. الدقيق قد معيار السمنة بالظبط. وبقلبه كده بسرعة زي ما انتوا شايفين علشان ما يكلكعش معايا. بقلبه كده والنار هادية، النار مش عالية ولا حاجة. بقلبه كده لحد لما ياخد تحميرة كده بسيطة. هفضل اقلب فيه لحد لما احس ان الدقيق بتاعي اخد تحميصة كده او تحمير كده بسيط. هنزل بقى هنا بلتر من اللبن. هو هيبقى لتر بالظبط علشان انا بحب النجرسكو بالذات بيبقى الصوص بتاعها ليه طعم مميز كده. وكمان النجرسكو بتبقى جوسي، مش بحبها تبقى ماسكة كده في بعض، لا بحبها اللي هي بتبقى جوسي كده والصوص باين جواها. وحطيت كمان علبة من كريمة الخفق او الكريمة اللباني. انا هنا استخدمت نوع جهينة.
وبرضه بافضل أقلّب كده التقليب مستمر. وكان عندي كمان جبنة كيري حطيت مكعب كده منها، كل الأطعمة دي بتعلّي تيست الصوص الأبيض جدًا، وبتدّي له نكهة كده مميزة. طبعًا باقلّب كويس عشان الجبنة الكيري تسيح. هابدأ بقى اللي أنا أتبّل الصوص الأبيض بتاعي، حطيت شوية ملح وشوية فلفل، أنا مش بازوّد بصراحة في الصوص الأبيض عن كده، ملح وفلفل وبرضه باستمر في التقليب. هنا الصوص بتاعي خلاص بدأ يتقل زي ما أنتم شايفين، أنا مش عايزاه يبقى تقيل أوي أو سميك أوي، أنا باحبه كده زي ما أنتم شايفين. يعني هو وسط، ولا هو تقيل أوي ولا هو خفيف أوي. كده خلاص البشاميل بتاعي أو الصوص الأبيض بتاعي خلاص استوى. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. أنا هنا جبت صينية كده كبيرة علشان أحط كله على بعضه. حطيت أول حاجة المكرونة بالشكل ده، وهاحط عليها كمان الفراخ. أصلًا طريقة الفراخ لوحدها كده جميلة جدًا، جدًا، ممكن تستخدموها كده وتتاكل بالعيش، أو ممكن تتعمل مع مكرونة بالصلصة، بتبقى بصراحة حلوة جدًا الطريقة دي. وحطيت كمان شوية من الزيتون زي ما أنتم شايفين، نحاول نضبط الملح علشان الزيتون طبعًا فيه نسبة من الملح. وهاحط هنا كمان حوالي نُص مقدار الصوص الأبيض اللي إحنا عاملينه. إحنا اتفقنا اللي أنا باعمل النجريسكو بتكون juicy كده، فباحب كده الصوص الأبيض يكون يغرقها كده زي ما أنتم شايفين. باقلّبها كده كويس، ولو شُفت اللي هي محتاجة برضه من الصوص الأبيض برضه باحطها كده تاني، باحط برضه معلقة كبيرة وبافضل أقلّب كده. كده بقت تمام. أنا استخدمت هنا القوالب اللي هي الفويل دي، حلوة بصراحة وعملية. وكل واحد كده بيبقى ليه طبق، وفي الآخر الأطباق دي هي استخدام مرّة واحدة بتترمي يعني ولا مواعين ولا حاجة. حطيت كده زي ما أنتم شايفين المكرونة بالفراخ، بالصوص، بالزيتون، بالمشروم، بصراحة طبق حلو جدًا، جدًا. ودي كانت الأطباق. هاحط بقى على الوش باقي الصوص الأبيض. هاحطه كده كله، مش هاسيب ولا أي حاجة في الطاسة. طبعًا أنتم شايفين الصوص مكلفينه إزاي علشان يدّي طعم حلو، فمش هنسيب حاجة بقى في الطاسة خالص. كده خلاص غطينا كل الوش، نيجي بقى للمرحلة الأخيرة. آخر حاجة هاحط بقى الجبنة الموتزاريلا على الوش. بصراحة أنا باستخدم موتزاريلا الأطباء، بس للأسف ما اتلاقيتش منها في السوبر ماركت، فاستخدمت جبنة تشيزا. هي بصراحة مش زي الأطباء، الأطباء بالنسبة لي أحسن وأفضل نوع. جهّزت بقى جنب النجريسكو، حطيت بقى عملت بطاطس مقلي، وكمان التوابل بتاعة البطاطس الفظيعة دي بتجيبيها من أي عطار، حلوة جدًا وزي البطاطس بالضبط اللي بناكلها في المطاعم بالنكهات دي. بصراحة حلوة جدًا، جدًا التوابل دي. أنا دخّلت النجريسكو طبعًا تحت الشواية، هي كلّها مستوية. هتاخد بس لون كده والجبن هتسيح وهتشوفوا بقى شكلها بقى دلوقتي. وحبيت اللي أنا أعمل جو مطاعم كده شوية مع البطاطس المقلي البيبسي. والوقتي كمان النجريسكو هتطلع من الفرن. حبيت كده اللي أنا أضبّطهم كده النهارده، فعملت لهم بقى الأكلة الروعة دي. خلاص النجريسكو كده طلعت، بصوا أخدة بقى اللون الفظيع دوت. الجبن بقى ساحت كده وبقت حلوة جدا جدا. بصوا بقى الجمال عامل ازاي.
الطعم بقى مش قادرة اوصف لكم. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك